اجازه نص السنه اغير الحاجه من الصح للغلط. اقول لكم كمان على درجاتي في شوامل نص السنه كلها، يعني اغلط في حاجه انا عارفاها. ازاي نذاكر للشامل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا عن اجازه نص السنه لثالثه ثانوي. هل ثالثه ثانوي فعلا بياخدوا اجازه؟ هو اللي دخلوا طب اخدوا اجازه فعلا في نص السنه؟ وهكلمكم كمان عن شوامل نص السنه. مبدئيا كده اغلبكم ده لو ما كانش كلكم، يعني المدرسين بتوعكم عمرهم ما هيتفقوا على نفس الاسبوع. اكيد هما مش هيتواصلوا مع بعض ويقولوا لبعض يلا كلنا نديهم نفس الاسبوع علشان يرتاحوا، حرام. لا للاسف هما ما بيعملوش كده. كل واحد فيهم بيدي اسبوع مختلف عن التاني، بيدي اجازه مختلفه عن التاني، فبالتالي هتلاقي نفسك مش اخد اصلا اسبوع اجازه. وللاسف دي من الحاجات البايخه جدا اللي حصلت، وحصلت معايا طبعا ان انا ما خدتش يعتبر اسبوع اجازه اصلا. بس انا قررت ان انا لازم ارتاح طالما هو دي المفروض ان اجازه نص السنه، وانا حاسه ان انا مثلا بدات افقد الشغف، خلاص مش قادره، اتخنقت من المذاكره، عايزه ارفه عن نفسي باي طريقه. مفيش مشكله طالما انت شايف انك خلاص فقدت طاقتك وفقدت شغفك، مش قادر تذاكر، بتذاكر بالعافيه، فلازم تاخد اجازه ولو يوم واحد تخرج فيه، تعمل فيه اللي انت عايزه وتلعب فيه على التليفون براحتك، ما تذاكرش فيه خالص وتستريح، وانت تبقى عارف ايه اللي عليك وازاي هتقسم الحاجات اللي انت مثلا سبتها اليوم ده، هتقسمها على الايام اللي جايه. تعمل لنفسك كده خطه قبل ما تاخد اليوم ده علشان تبقى مرتاح نفسيا، حتى وانت في الاجازه دي ما تبقاش شايل هم ان انت هتراكم عليك حاجات بسبب اليوم ده، او حتى اليومين دول هتراكم عليك بقى حاجات ومش هتعرف تلمها وهتبقى ضايع. لا، عشان تبقى مرتاح نفسيا في الايام اللي انت هتاخدها دي اجازه، اللي هم يوم او يومين بالكتير، لان هو يوم شبه يومين شبه 3 شبه 4. اللي بيفرق بس ان انت الايام الزياده اللي بتاخدها اجازه دي من غير ما تعمل حاجه بتحس فيها بتانيب ضمير، بتقعد تفكر في المنهج بقى اكتر عشان مش لاقي بقى حاجه تعملها. تحس ان انت كده، في ناس ممكن بيذاكروا وانت قاعد مستريح، برضو ده يأنب لك ضميرك اكتر، تحس بالذنب. فعشان كده انا بنصحكم هو يوم او يومين بالكتير اللي ترتاحهم خالص. طب باقي الاسبوع بقى، يعني مثلا هم المفروض بيدوا اسبوع كامل، باقي الاسبوع هتعمل ايه؟ هتزود مثلا ساعه او ساعتين لعب على التليفون في اخر اليوم علشان تبقى برضو بتستريح وبترفع عن نفسك اثناء الاسبوع ده كله، بس في نفس الوقت انت بتذاكر باقي الايام. يعني هو اسبوع كامل تاخد منه يومين بس او يوم اجازه خالص من غير ما تعمل حاجه، وباقي الايام بتقعد تستريح على التليفون زياده شويه بس بتذاكر عادي خالص. دايما بدل ما تقعدوا تقولوا لنفسكم احنا اكيد ما بنذاكر قليل، احنا اكيد مقصرين، اكيد في ناس تانية بتذاكر اكتر مننا، لا، اثناء الفتره اللي انت بتذاكرها في الاجازه دي قول لنفسك دايما اكيد في ناس كتير جدا اخدين الاجازه دي كلها من غير ما يعملوا اي حاجه، بس انا قاعد بذاكر فيها اهو الحمد لله وبجتهد، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجازيني على كده. بس يا سوسو، بس هي دي اللي هزت الكاميرا مش انا، معلش سوري. بجد يا جماعه انا بقول لكم هتندموا لو ما اخدتوش الاجازه دي، هتندموا لو ما اخدتوش اليوم او يومين دول، لان دول هيفصلوكم عن جو المذاكره تماما، هيدوكم طاقه كده. بدل ما انتوا حاسين ان انتوا خلاص فقدتوا الشغف، بتذاكروا من غير نفس، السنه ممله عماله مش بتخلص كانها، لا، هم دول هيجددوا الطاقه بتاعتكم، ينشطوكم يفوقوكم كده عشان ترجعوا تذاكروا تاني بنشاط وحماس. عايزاكم اثناء اليوم او يومين اللي انتوا فاتحين فيهم من النت ده، اوعوا تفتحوا جروبات الثانويه العامه، اوعوا تفتحوا الجروبات بتاعت انا عايزه اقسم السنه، انا خلاص تعبت، انا فقدت الشغف. او ناس تانية ممكن تقول انا مش هاخد اجازه، اكيد اجازه ايه اللي اخدها، ده انا لازم اذاكر فيها وعشان احقق حلمي وكده، فتحس انت بقى بالذنب ان انت قاعد، يبقى انت الناس دي احسن منك واشطر منك. ما تفتحوش جروبات الثانويه العامه، ابعدوا عن كل حاجه ليها علاقه بالثانويه العامه في اليوم او يومين اللي انتم مستريحينهم دول. ننتقل للنص التاني من الفيديو بتاعنا، هو شوامل نص السنه او الشوامل في العموم. ازاي نذاكر للشامل، ازاي نحل في الشامل نفسه، نتعامل ازاي مع الاسئله. دلوقتي هقول لكم على الطرق اللي انا كنت بعملها واللي كانت بتيجي معايا بنتيجه كويسه، وهقول لكم كمان على درجاتي في شوامل نص السنه كلها. مبدئيا انا ما فيش ولا شامل من شوامل نص السنه كنت جايبه فيه درجه التكريم غير واحد بس، وهو بتاع الكيمياء، لان انا شبه ما قلت لكم قبل كده كنت بحب الكيمياء، فالحمد لله كنت كويسه فيها. انما باقي المواد ولا ماده جبت فيها درجه التكريم خالص، فده عادي. ايوه عادي، مفيش اي مشكله، انا ما هو حصل معايا والحمد لله دخلت طب عادي. في الاخر تكريمات اخر السنه احسن 1000 مره من التكريمات اللي كانت هتبقى على الشوامل. يعني مفيش مقارنه حرفيا ما بين ان انت بتتكرم في شامل، انت مش عارف انت هل الدرجه الحلوه اللي انت جبتها دي هتجيبها في اخر السنه برضو، ما بين ان انت تتكرم في اخر السنه وانت خلاص انت داخل، عارف داخل كليه ايه، عارف انت حققت حلمك خلاص ان شاء الله، خلاص عديت الثانويه العامه دي، عديت كل حاجه وحققت حلمك. فما فيش مقارنه ما بين الشعور هنا والشعور هنا. ازاي اصلا كنت بذاكر للشامل؟
يعني ايه الخطوات اللي انا كنت بعملها علشان خاطر احاول ان انا اجيب احسن نتيجه ممكنه. اولا كنت اول حاجه بعملها ان انا لازم اقرا لو عندي مثلا الشامل على بابين او 3 او 4 لازم اقرا الباب من اوله لاخره، كل درس قراءه بتركيز جدا. ومش هقعد بقى احل على كل درس، لا انا بحل على كل باب كامل. بس لو في درس عندي انا عارفه ان انا مش حلوه فيه قوي او بغلط فيه كتير، الدرس ده مش بس مجرد ان انا بقراه، لا اقعد اكتب كمان مع القراءه دي علشان اثبت المعلومات بتاعته اكتر، واحل على الدرس ده بالذات اكتر شويه، لان انا عارفه ان انا ضعيفه فيه شويه، عارفه ان مستواي فيه مش حلو وبغلط فيه كتير. غير كده قراءه لكل الابواب اللي انا همتحن فيها. والحل كتير يا جماعه، حرفيا هو اكتر حاجه بتفرق معاك، بتفرق في مستواك في الشامل، بتفرق في مستواك في امتحان اخر السنه طبعا، اللي لازم تحله على قد ما تقدروا كتير، بالذات طبعا في الفيزياء. يعني لا شك ان الفيزياء من اكتر المواد والاحياء اللي محتاجين حل كتير جدا علشان تبقى كويس فيهم، والعربي برضو معاهم، وكل المواد بجد. في الامتحان من اكتر الحاجات اللي كانت بتوقعني وبتغلطني مش ان انا مش عارفه المعلومه، لا انا ممكن ابقى عارفه المعلومه بس للاسف ممكن مع التوتر، مع ان انا في امتحان وكده اروح حلها غلط، يعني اغلط في حاجه انا عارفاها. وكتير قوي منكم بيزعل على الموضوع ده، بيغلط في حاجات هو عارفها. فاحب اقول لك ان عادي، ما تقلقش خالص من الموضوع ده، انت عارف الحاجه وللاسف بتغلط فيها، ورغم ان انت حلتها قبل كده شبهها او عارف خلاص المعلومه يعني بالنسبه لك سهله، فما تقلقش، لان انت داخل في شوامل نص السنه دي مثلا او في اي شامل، انت داخل في دماغك مواد كتير، كل المواد في دماغك، انت مركز على الماده دي بس كل المواد موجوده في دماغك دلوقتي، وكل المواد انت المفروض انك بتذاكر من كل ماده مش بس الماده دي، فانت دماغك لسه مشتته شويه. غير امتحان اخر السنه خالص، يعني ما تقولش لا هو ده اللي هعمله في اخر السنه بقى وهغلط في حاجات تافهه، لا خالص، لان انت في اخر السنه بتدخل في الماده وانت قاعد قبلها ب4 أو 5 ايام او ممكن اسبوع كمان مركز على الماده دي بس، دماغك كلها ما فيهاش غير الماده دي بس، خلاص انت ما فيش اي حاجه في دماغك غير الماده دي، مركز فيها تماما، فان شاء الله مش هتغلط في حاجات انت عارفها وحاجات سهله. فانا مش عايزاكم تقلقوا بس من الموضوع ده خالص. طيب الحاجه الثانيه اللي كانت بتنقصني كتير برده في الامتحانات ان انا اغير الحاجه من الصح للغلط، واعتقد برده كتير منكم بيعاني جدا من المشكله دي. فاحب اقول لكم ان غالبا اول اجابه بتيجي في دماغك هي الصح، واول اجابه بتختارها هي الصح، فما تحاولش انك تغير اجابتك بعد ما تراجع، الا لو انت متاكد وواثق ان انت ما كنتش واخد بالك من حاجه مخليه الاجابه مختلفه، معاك اثبات ان ده الاجابه دي غلط وانا الاجابه الثانيه دي اللي صح. لكن لو انت شاكك ومش عارف هل يا ترى دي الصح ولا انا حاسس ان دي ممكن تبقى اصح اكتر، لا ما تغيرش اجابتك، خليك في اول اجابه انت اخترتها وتوكل على الله وكده، واذكر ربنا، لان ده من اكتر الحاجات اللي بتساعدني كانت ان انا اتغلب على الشك ده، ان انا اذكر ربنا وادعي ربنا انه يلهمني الصواب، يلهمني الصح. انا كده كلمتكم عن شوامل نص السنه، درجاتي فيها ايه، ازاي تذاكروا ليها، الاخطاء الشائعه اللي احنا بنغلطها في الشامل، وازاي يعني تغلبوا على الموضوع ده وموضوع الاخطاء دي. اخر نقطه ودي من اهم الحاجات، ان انت لما تخلص الامتحان وتاخد الامتحان كده وتلاقي نفسك ناقص كتير، اوعى تزعل، ما تزعلش خالص، والله العظيم يا جماعه الموضوع مش ما يزعلش، لو انت بصيت له من الجانب الايجابي هتلاقي ان انت تستفيد. والله بجد يا جماعه عمر درجتي في اي شامل ما كانت هي درجتي في اخر السنه ابدا، ايا كان الشامل، فما تقارنش ما بين درجه الشامل ودرجتك في اخر السنه. المهم ايه؟ المهم ان انا اعرف كل خطأ من الاخطاء دي انا غلطت ليه وفي ايه وسببه ايه السؤال ده، والحته اللي انا غلطت فيها دي يبقى انا اتقل عليها بعد كده، يبقى انا اذاكرها مره واثنين وراجع عليها كذا مره علشان تثبت في دماغي. بس انت كده مستفيد بنسبه 100%، اكتر بكتير من ان انت تعملها صح ممكن تكون جايه معاك مثلا بالحظ او بالاحساس فما تستفدش حاجه منها ما تعرفش سببها. بس كده انا كده يعتبر جمعت لكم كل النقط المهمه، سواء عن اجازه نص السنه او عن شوامل نص السنه. ان شاء الله الفتره الجايه في فيديوهات مهمه ومفيده باذن الله جدا 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 هتنزل على القناه، هتلاقوا لينك جروب التليجرام في اول كومنت، بنزل عليه ملخصاتي، بنزل عليه ملخصات ناس كتير، بعمل عليه تحديات ليكم للمذاكره وكده عشان اشجعكم تذاكروا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. بس كده، مع السلامه.